اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبنا في قناتكم وقناتنا أرياف ومدن. لو أول مرة تشوفي قناتنا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. هنعمل مع بعض النهاردة بقى شوية كبدة مجمدة مش بلدي خالص، بس هتاكليها بطعم البلدي بتكاية حلوة جدا جدا، وازاي تشيلي بقى الزفرة منها. يلا بينا. عندنا بقى نص كيلو كبدة مجمدة، احنا بنغسلها كويس جدا وبنعصر عليها ليمونتين وبنحطها في مصفى زي ما احنا شايفين كده. مهم جدا ان احنا نحطها في مصفى علشان تنزل كل الدم اللي فيها. هو انت اول ما تعصري عليها الليمون بعد ما تغسليها كويس يعني الدم بيتوقف خالص عن النزول. الليمون حلو جدا جدا في غسيل الكبدة والفراخ وكل الحاجات دي. عندنا بقى طاسة على النار او اللي هتشتغلي فيها حلة اي حاجة. عندي بقى شوية دقة توم بفلفل كده كانوا عندي في التلاجة، فقلت استغلهم بقى. مش عندك اعملي دقة توم بفلفل وحطيهم بالشكل ده. هنبدأ نشوحهم بقى. التكاية دي بتفرق جدا جدا في طعم الكبدة. انت بتشوحي الكبدة في توم وفلفل في البداية كده، بتبقى كده بتديها نفس حلو قوي قوي قوي. قولي لنا كمان التكاية بتاعتك الكبدة بتطلع معاكي حلوة ازاي، لان ناس كتير بتشتكي ان الكبدة بتاعتها بتطلع زفرة، بتطلع طعمها مش حلو، ودي كبدة بقى مجمدة مش بلدي. لا بالعكس خالص، دي حلوة جدا والله يا جماعة. اعمليها بس بالطريقة دي واغسليها بالليمون. يعني مش تغسليها بالليمون، لا اغسليها واشطفيها وابدأي اعصري بقى عليها الليمون وحطيها في مصفى دقيقتين 3 بس على ما تعملي الطشة الحلوة اللي احنا بنعملها دي، او الفلفل على ما يدبل معانا والثوم. هننزل عليه بقى بمعلقة الكزبرة القمر دي. عايزة اقول لكم ان الكزبرة مع الثوم بقى بيودوا الكبدة في حتة تانية خالص. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتعليق حلو زيكم. كل واحدة فينا تقول الكبدة بتعملها ازاي. انا قلت لكم اهو في فيديو الكبدة المجمدة انا بعملها ازاي. انتي طبعا ممكن تعملي الطريقة دي في الكبد والقوانص بتاعت الفراخ او الكبدة، بس براحتك خالص هتبقى حلوة جدا جدا. هننزل بقى بالكبدة بتاعتنا بعد ما شوحنا الكزبرة مع الثوم والفلفل. ننزل بقى بالكبدة بتاعتنا ونبدأ نشوح فيها. اديها بس تشويحة حلوة كده الاول علشان تاخد من طعم الثوم والكزبرة والفلفل بتاعنا. محاولش نقلب كتير يعني علشان والنار بقى تبقى عالية عندك علشان ما تطلعش المية اللي فيها. شايفين يا بنات احنا لما بنحط الليمون عليها الدم بيتوقف تماما عن النزول من الكبدة، لان هي الكبدة اصلا اصلها دم، فكل مهما نغسلها يفضل ريحة الزفرة فيها والدم ينزل منها. عندي بقى حتة دهنة دهن عجالي ضاني، الدهن اللي موجود عندك. مش عندك يبقى خلاص مش مستغنين عن التكاية دي، بس طبعا بتفرق جدا جدا. ممكن تجيبي كيلو دهن ب80 جنيه حاليا وتشيليه في الفريزر. كل ما تعملي كبدة، تعملي مثلا محشي، تعملي ملوخية، تطلعي حتة دهنة صغيرة كده او جيبيه قطعيه مكعبات وخدي على قد الطبخة بتاعتك. بيفرق جدا جدا في الطعم، ان كان محشي ان كان كبدة حلوة قوي. انا بحب احطه على الكبدة جدا، يعني اكتر اكلة بحب احط عليها الدهن هي الكبدة. تقريبا جايباها لل... للكبدة بس، اذا كان كبدة مجمدة او الكبدة بتاعة الفراخ. كبد وقوانص بحط لها حتة برضو صغيرة كده بتديها نفس حلوة قوي. شايفين بقى يا جماعة عندنا الكبدة بتاعتنا لسه بنشوحها، ما جابتش ميتها ولا اي حاجة لان احنا عندنا النار عالية وما بنقلبش كتير. توزعيها بقى في الطاسة عندك كده علشان خاطر ما تبقاش فوق بعضها وتجيب ميتها. يعني الكبدة مهم جدا، وطبعا لو هتشوحي فراخ هتعملي اي حاجة مهم ان النار بتاعتك تكون عالية والطاسة بتاعتك تكون سخنة جدا. هنزل بقى بشوية فلفل اسود وشوية ملح، التوابل بتاعتك بقى اللي بتحبيها.
انا بحب احط ملح فلفل اسود وشوية كمون صغيرين والكزبرة طبعا اللي حطيناها في الاول، وهي دي التوابل بتاعتي بس اللي بحطها على الكبدة، يعني ما بحاولش ازود توابل كتير. شوية الكمون بتاعنا الحلوين طبعا عشان لو في نسبة زفارة، بس انا بوعدكم ان اعمليها بالطريقة دي ومش هتلاقي اي زفارة خالص في الكبدة بتاعتك. بس طبعا مهم بقى شوية الكمون دول علشان خاطر الكبدة اصلا بتتعب القولون، فاحنا بنحط على البقوليات وكل الحاجات دي كمون علشان خاطر القولون مش اكتر اللي تعبنا كلنا. تمام كده، احنا شوحناها وخدت تشويحة حلوة. عندي بقى بصلتين كبار علشان نزود الكمية بقى، نص كيلو كبدة يبقى معايا كيلو كبدة، ونعمل سندوتشات بقى ناكلها مع مكرونة، كليها زي ما انتي عايزة. اهم حاجة بس الكمية تبقى عندي يعني كويسة الى حد ما، تكفي من 4 ل5 افراد، وكمية حلوة جدا ما شاء الله. النص كيلو الكبدة ما تستقليهوش، لا ما شاء الله. انتي بتزودي بقى بصل، بتزودي طماطمايه، بتزودي فلفل، فالنص كيلو الكبدة بيطلع معاكي كيلو، وطبعا عاملاه بايديكي وبنظافة البيت. هنسيب بقى البصل بتاعنا يتشوح كده. عايزه اقول لكم الريحه رهيبه يا جماعه، يعني حته الدهنه مع الكبده مع الكزبره بقى ده ريحه فظيعه بصراحه. هنزل بقى بقرنين فلفل مقطعاهم، نسيبهم بقى يستووا مع بعض. حابه تضيفي طماطم ماشي، مش حابه يعني، بس انا بضيف يعني طماطمية صغيره، واحيانا ما بضيفش يعني على حسب الرغبه في الوقت ده بصراحه. نزلت بقى بشويه ملح، شايفين بقى الجمال، حاجه كده في منتهى الجمال يا بنات. لو اول مره تشوفي قناتنا متنسيش اشتراك في القناه ولايك للفيديو وتعليق حلو زي وقولنا بتشوفينا منين. هنسيبها بقى تشكشك مع نفسها كده شويه. شايفين بقى الجمال، الله الله، ولا الريحه عايزه اقول لكم جايبه اخر الشارع زي ما بيقولوا. بكل امانه استوت وبقت قمر جدا. دلوقتي بقى حابه تعمليها سندوتشات، حابه تعمليها مع مكرونه، كليها زي ما انتي عايزه يا ست الكل. وكده خلصت حلقتنا. يا رب حلقة الكبدة المجمدة بتاعت النهاردة تكون عجبتك. بشكركم، شكرا ليكم، والسلام عليكم. وما تنسوناش في الاشتراك والقناة في القناة يعني القناة هتكبر بيكم ومعاكم. بشكركم، شكرا ليكم، سلام عليكم، مع السلامة.